هنعمل النهاردة مع بعض أسهل وأسرع وجبة غدا هتحضريها في 5 دقايق وطعمها في منتهى الجمال. راجعة من بره ومش فاضية تعملي أكل وعايزة تعملي أكلة سريعة كده تحطي كله على بعض ني في ني كده وترفعي على النار، يبقى مفيش أحسن من الأكلة دي. تابعوا معايا الفيديو للآخر، ولو عجبكم الفيديو بتاعي ما تنسونيش في لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد مني. ويلا نبدأ وصفتنا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. جبت كيس مكرونة نية، مكرونة اقلام عادي، وحطيتها في صينية ونزلت عليها ببصلاية متوسطة الحجم متقطعة صغير، وعليها رشة من الملح وعليها رشة من الفلفل الاسود، وهبتدي بقى انزل عليها كمان بمعلقتين 3 من الزيت بحيث ان المكرونة ما تمسكش في بعضيها لانها طبعا هتكون نية. وهبتدي اقلب كل ده مع بعضه. لازم اشرب المكرونة بتاعتي من البصل والملح والفلفل والزيت، عايزة المكرونية نفسها تتشرب من الزيت. تمام اهو. قلب بقى كل المكونات الحلوة دي كده ببعضها، ولا بقى هتسلقي ولا هتحمري ولا اي حاجة. كل اللي عليكي انك هتفضي كله في الصينية وترفعي على النار وهتدوقي احلى وجبة غدا حضرتها بالظبط في 5 دقايق. تمام اهو. بصوا بقى، انا هنا عندي كان عندي ربع كيلو من الصدوق، خدته قطعته وشوحته في الزيت، متحطوش ني. تمام. عايزه اقولك بقى الزيت الصدوق ده برضو يعني تحفه، بيدي تيست عالي قوي للمكرونه. تمام. وابتدي بقى كده اقلب اشرب المكرونه بتاعتي من الصدوق وقدام الصدوق كويس اهي. ابتدي بقى اساوي كده المكرونه بتاعتي بحيث ان مبقاش كله موجود في حته واحده. اجيب بقى قرن فلفل سبايسي كده، ده اختياري، لو مش حابه عشان الاطفال او حاجه بلاش تحطيه، حابه تحطي رومي مفيش مشكله اهو. اقطعه بقى كده. وهكون محضره معاكم حوالي كيلو من الطماطم، كيلو من الطماطم او نص كيلو من الطماطم. وطبعا هتزودي عليها ميه لانها طبعا بتكون نيه، فلازم تستوي كويس جدا، لازم تكون متغطيه كويس جدا بالسائل. تمام. فانت لو مش عايزاها حمرا قوي حطي نص كيلو طماطم وزودي الباقي ميه. انا طبعا عشان بحبها حمرا قوي فانا حطيت حوالي كيلو من الطماطم وحطيت كمان عليها معلقه من الصلصه. الطماطم بقى لوحدها كده على جنب، هبتدي ان انا اهيئها زي ما بيقولوا، احط لها شويه ملح وشويه فلفل اسود، لو حابه تضيفي اي توابل بتحبيها على الصلصه حطيها مفيش مشكله. انا بس عشان تطلع معايا مظبوطه انا متبله المكرونه على جنب، فبتبل كمان الصلصه بحيث ان الصلصه ما تنزلش تمسخ طعم المكرونه، خليها تبقى عادبه معايا بقى. خلاص هبتدي بقى كده اخد المكرونه الصلصه وانزل بيها على المكرونه. ويا جماعه خلي بالكم غطوا كويس جدا المكرونه. طب انا عملت الصلصه وبعد ما حطيتها حاسه ان هي يعني بجد حبه صغيرين، بصوا انا زودت ميه اهو مفيش مشكله خالص. وهزي المكرونه، انا عايزه المكرونه تكون عايمه في الميه وتكون الميه مغطياها كويس جدا. بصوا انا كمان زودتها كده، حسيتها هتكون خفيفه فزودتها ميه وصلصه تاني اهي. وتقدري تقلبي وتدوقي وتشوفي لو محتاجه ملح ضيفيلها ملح خالص، مفيش مشكله يعني عادي اهو. شايفين بقى عايمه ازاي؟ عايمه كده زي ما انتوا شايفين اهي. هجيب بقى ورقه فويل واغطيها كويس جدا. عايزه اقول لكم انا ولا دخلتها في الفرن ولا اي حاجه، كله على البوتاجاز من فوق واستوت معايا ما خدتش تلت ساعه. بجد انك تسويها من فوق اسهل واسرع بكتير اهو. غطي بقى كويس، ولو ما عندكيش ورق الفويل غطيها بصينيه تكون اكبر منها، حطيها على نار عاليه. اول ما تبتدي تغلي كده عدي 5 دقايق وابدأي خلي النار متوسطه وما تفتحيش عليها خالص غير لما تسمعي ان خلاص ما عادش فيه صوت ميه فيها خالص، يعني ما تفتحيش عليها قبل تلت ساعه.
بعد ما عدى عليها حوالي ممكن نقول تلت ساعة بفتحها كده برضه عشان اشوفها. خلي بالكوا عشان البخار بيبقى رهيب قوي، البخار اللي بيطلع من بعد الورق الفويل ده، فافتحوها بالراحه وابعدوا ايديكوا عنها. اهو شايفين شكلها عامل ازاي؟ بجد يا جماعه مغريه جدا. بصوا تحفه. عايزه بس اطلع لكم قطعه كده عشان اوريها لكم قد ايه هي مش ماسكه ببعض ومفرفطه خالص من بعض، ده نتيجه طبعا ان احنا مقلبينها كويس جدا في الزيت، فالزيت بيعمل زي طبقه عازله كده ما يخليش المكرونه تلزق في بعضيها. اهي شايفين الجمال؟ تحفه تحفه تحفه. بس طبعا احنا عندنا عيب بسيط في اي حاجه ما بتتسلقش، ان هي بتتاكل في ساعتها، لما تبرد ما بتبقاش حلوه، لان النشا بتاعها كله بقى بيمسك في بعضه فما بتبقاش ظريفه خالص. فانتوا المكرونه دي تعملوها تاكلوها على طول وهي سخنه، ما تستنوش عليها خالص. اهي مفيش احلى من كده بجد، تحفه جدا. اكله سهله سريعه لذيذه في صينيه واحده، ما خدتش مني وقت خالص، وطعمها بجد حلو قوي. جربوها كده بقى، المكرونه بالصدق كده في صينيه واحده من غير بقى ما تتعبي نفسك ولا تسلقي ولا تحمري ولا اي حاجه، كله في صينيه واحده، وبجد هتاكلوها هتعجبكم جدا جدا. ممكن ناكل جنبها. انا على فكره كلتها من غير اي حاجه، مجرد بس بتنجان مخلل، وما كانش كمان محتاج جنبها بتنجان مخلل خالص. ممكن تاكلوا جنبها بطاطس محمره، تاكلوها كده من غير اي حاجه، طبق سلطه جنبها بيبقى روعه. هي حلوه وطعمها في منتهى الجمال. يا رب يكون الفيديو بتاعي عجبكم. لو عجبكم الفيديو بتاعي ما تنسونيش في لايك وشير واشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد مني. اشوفكم ان شاء الله في وصفه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.